شو بتعمل لو اكتشفت انه مرتك وصاحبك عم بيضحكوا عليك بقلب بيتك؟ تقتلن؟ تفضحن؟ فهد لما شاف المنظر بعيونه ما عمل ولا شي من هدول. فهد عمل أغرب ردة فعل ممكن تتخيلها. راح اشترى ورد ورجع على البيت وعزمهم اتنيناتهم على العشاء. ليش؟ لأنه اللي كان محضر بهداك العشاء كان أفظع بكتير من القتل. فهد كان عايش بنعمة بتمناها كل رجال. عنده زهرة الزوجة اللي صاينة بيته وعرضه، وعنده مراد رفيق العمر اللي بيعتبره سند ظهره. والعلاقة بين مراد وزهرة كانت إذا مراد بدق الباب وجوزها مو موجود مستحيل يدخل، بيضل واقف على الدرج، وإذا دخل وفهد موجود كان يدخل وعينه بالأرض يا دوب يرمي السلام بصوت واطي. وزهرة نفس الشي، لما تقدم القهوة بتحط الصينية وبتهرب فورا على غرفتها. فهد كان يفتخر انه عنده هيك زوجة وهيك صاحب، كان مأمن ومسلم ومفكر انه الاحترام هاد حقيقي. ما كان بيعرف انه هاي كانت عباية عم يخبوا فيها وسخ الدنيا كلها. مراد ما كان غريب عن زهرة، مراد كان أقرب لزهرة من جوزها. الحياة كانت ماشية مثل الساعة، لحد ما بيوم من الأيام صار شي صغير كتير، شي تافه ممكن أي حدا يمره، بس فهد لمح منه طرف خيط. بيوم من الأيام فهد اشترى MP3 اللي بتوصلها على البلوتوث وبتشغل عليها أغاني، وكان مبسوط عليها. وبعد كم يوم عزم مراد لعنده، قعدوا وصاروا يحكوا، ومن موضوع لموضوع فهد قال اشتريت MP3 جديدة صوتها كتير حلو، تعال اسمعك اياها. راح فهد جاب الMP3 وشغلها، وهون كانت الصدمة. لما اشتغلت الMP3 قالت بصوت عالي تم الاتصال بهاتف ايفون مراد توتر وبلش وجهه يعرق ويراقب نظرات فهد وبأدق التفاصيل من شان يعرف اذا انكشف. لكن فهد ما شك بشي، وقال براسه خطأ من الMP3 عادي. عدت السهرة على خير وصار وقت النوم. زهرة نامت بشكل طبيعي، لكن هون فهد ما قدر ينام. التفكير براسه بخصوص الMP3، كيف عملت اقتران بتليفون مراد إذا مراد أول مرة بشوفها؟ صوت الساعة كان مثل المطرقة براس فهد بهديك الليلة. حاول ينام يغمض عيونه بس عبس. قام شرب مي وغسل وشه وحاول يقنع حاله انه يا زلمة صلي على النبي، مراد اخوك وزهرة بنت عالم وناس، ليه هيك قاعد عم بتفكر؟ ومر يوم ويومين وثلاثة. فهد كان عايش مثل الزومبي، بالشغل شارد وبالبيت عم يراقب انفاس زهرة، وهي كانت تتصرف طبيعي جدا. وهذا الشيء اللي كان يجننه أكتر. معقول تكون بريئة وأنا ظالمها، ولا معقول تكون ممثلة بهالبراعة؟ مرت الأيام وفهد بلش يهدى، وقال لحاله خلص، وسواسه راح. لحد ما أجا يوم الجمعة، يوم العطلة. فهد كان قاعد لحاله بالصالون وزهرة نايمة لسه. شغل فهد الشاشة من شان يتفرج على مسلسله على نتفليكس، وكان بده يشيل التفكير هاد من راسه، لأنه كل ما يفكر هيك يحس حاله عم بخون زوجته أو صاحبه. وكان كتير بيقرف من هذا الشي. فتح نتفليكس وهون وقفت عينه وتجمد الدم بعروقه. بقائمة تابع المشاهدة، يعني الشغلات اللي انحضرت قريبا وما كملت للأخير، أول شي طلع بوجهه بوستر لفيلم اسمه سيسو، وهذا الفيلم من نوع أكشن وحرب ودم وقتل، وكان الفيلم واصل لنصه. فهد صفن، هو ما حضر هيك شي. زهرة بحياتها ما تابعت غير مسلسلات تركية ورومانسية. مين اللي كان قاعد هون بغياب فهد ومسترخي على الآخر وحاضر فيلم؟ مين غير الشخص الوحيد اللي حكى له عن هذا الفيلم بالذات من يومين وقال له يا زلمة هالفيلم رهيب لازم تحضره؟ مراد. هون فهد ما عاد شك بشي، هون فهد اتأكد قصة البلوتوث ما كانت غلطة تكنولوجية، كانت جرس انذار. في حدا عم يعيش ببيته ويقعد بمكانه. سكر التلفزيون بهدوء وسحب تليفونه من جيبه. ما اتصل بمراد ليعاتبه ولا ركض يفيق زهرة، لا، فهد صار أذكى من هيك. فتح أمازون ودور على كاميرا تجسس مخفية، ولقى وحدة كانت قطعة صغيرة بس مفعولها رح يكون قنبلة ذرية. بعد كم يوم وصلت الكاميرا وحطها بمكان مو مبين على حدا. تاني يوم فهد لبس وتعطر وطلع على الشغل. وهو بالشغل كل ما يجيه إشعار كان يترك كل شي بإيده ويمسك التليفون ويطلع إشعار مو مهم. كان متمني يجيه إشعار من برنامج الكاميرا. لشي صارت الساعة 3 هون أجيه إشعار. كان الإشعار من برنامج الكاميرا.
هون قلبه صار يدق وبلش يعرق، وصار يتمنى لو ما اجى هالاشعار، وصار يقول يا رب تكون زهرة عم تشرب قهوة او عند رفيقتها منى. فهد مسك التليفون وعيونه على الشاشة وعقله واقف عن التفكير. بالفيديو كان موجود مراد، بس مو مراد الضيف، هذا كان سيد البيت، قاعد على الديوانة وفارد اجريه وحاطن على الطاولة، وكان بإيده سيجارة عم بينفخ الدخنة بسقف الصالون. زهرة دخلت عليه وهي تضحك، شايلة صينية فواكه مقشرة ومجهزة، قعدت جنبه. فهد لما شاف المنظر عقله فصل، ما عاد شاف قدامه، نزل ركض على السيارة مثل المجنون، شغل السيارة ودعس بنزين على الأخير. ما كان شايف إشارات ولا سيارات، كان شايف بس صورة مراد وهو متمدد ببيته. كان رايح يقتله أو حتى يقتلن اثنيناتهم، وكان باقي 5 دقايق بس ليوصل ويرتكب جريمة عمره. وفجأة عن تقاطع خطر طلعت بوجهه شاحنة ضخمة، ضربة زمور قوي. صوت الزمور خلع قلب فهد، وفهد هون كبس الفرينات بكل قوته. السيارة زحفت يمين ويسار ووقفت بعد سنتيمترات من دواليب الشاحنة. الغبرة عبت الجو والناس بلشت تزمر وتصرخ. فهد نزل راسه على الدركسيون وهو عم يلهث، قلبه كان رح يوقف، بس هالهزة العنيفة رجعت له عقله لراسه. سحب السيارة على زيق الطريق وطفى المحرك وقعد يرجف ويفكر، أنا شو عم سوي؟ لوين رايح تقتلن؟ طيب وبعدين تدخل على السجن مؤبد وبتضيع حياتك وشبابك من شان مين؟ من شان وحدة خاينة وواحد واطي؟ طيب بطلقها. ايه وبعدين مراد بياخدها وبيتجوزوا وبيعيشوا حياتهم وانا الوحيد اللي بطلع خسران، بكون خسرت بيتي ورفيقي ومرتي وخسرت كل شي. ضرب ايده على الدركسيون بقهر وقال لا 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 والله ما بكون انا فهد اذا بخليهم ينتصروا. الموت قليل عليهم، لازم يموتوا وهن عايشين. بعد ما هدت اعصابه شغل سيارته وتوجه على مطعم كبير وفخم. دخل لعند المدير وحط مبلغ محترم على الطاولة وشرح له اللي بده اياه باختصار. بكرة عندي عزيمة خاصة وبدي الشاشة الكبيرة تكون إلي وبس. المدير وافق فورا، وفهد رتب كل التفاصيل وطلع وهو مرتاح. القفص صار جاهز وما ضل غير يستدرج الفيران. وهو راجع وقف عند بياع ورد واشترى بوكيه ورد ودخل على البيت. زهرة كانت قاعدة بالصالون عم تقلب بتليفونها. أول ما شافته قالت أهلين، شو تأخرت؟ فهد قرب منها وباس جبينها وقدم لها بوكيه الورد وقال لها كنت عم جهز لك مفاجأة، اشتقت لك يا روحي. زهرة تفاجأت وأخذت الورد وقالت تسلم لي يا أحلى زوج بالعالم. فهد قعد وقال بتعرفي وأنا جاي كنت عم فكر بمراد، هالمخلوق حاسه وحيد وضايع، شو رأيك نكسب فيه أجر؟ زهرة بلعت ريقة وقالت كيف يعني؟ فهد كمل بجدية وقال رفيقتك سارة البنت اللي دايما بتحكي عنها، ليه ما نجمعهم سوا وبلكي بيصير نصيب؟ وانا حاجز بكرة عشاء بالمطعم، اتصلي بسارة وخلينا نجمع راسين بالحلال. زهرة حاولت تتهرب، خافت من فكرة انه حبيبها يصير لرفيقتها. قالت له بس سارة مو ستايل مراد ومراد ما راح يوافق. فهد قاطع وقال لا تحمليها زيادة، مراد مثل اخي وانا بعرف مصلحته. العزيمة بكرة والموضوع انتهى. باليوم اللي بعده زهرة اتصلت بمراد وقالت له انت حكيت لفهد انه بدك تتجوز؟ قال لا لا، من وين عم بتجيبي هذا الكلام؟ قالت امبارحة فهد قال لي انه اليوم بده يعزمك منشان تتعرف على رفيقتي سارة، او لا يكون شاكك فينا وبده يجوزك منشان نترك بعض. مراد قال لا لا مستحيل، فهد عنياته مستحيل يعرف اللي بيناتنا. صار المساء وصار وقت العزيمة ووصلوا على المطعم. الطاولة رقم 5 كانت بنص الصالة مكشوفة للكل. فهد قاعد على راس الطاولة مثل الملك، الضحك كان مالي المكان والمجاملات الكاذبة عم تتطاير. سارة انعجبت بمراد وصارت تطلع عليه وتحاول تمزح معه منشان تكسبه لطرفها. زهرة بهديك اللحظة كرهت رفيقتها سارة. فهد أشر للجرسون وانطفوا الأضواء واشتغل الفيديو. بداية رومانسية، كلام عن الوفاء، وفجأة انقطع البث وطلع الفيديو الحقيقي. الناس اتجمدت، زهرة تمنت الموت ومراد اتجمد بمحله مو عرفان يخبي حاله. هون فهد ضحك ضحكة قصيرة وقام قرب من مراد وحط ايده على كتفه وقال بصوت سمعه الكل ليش موطي راسك؟ ارفع تفرج على الناس، هاد مقامك الطبيعي، طول عمرك بتعيش على فضلاتي، لك بالجامعة كنت تاخد ملخصاتي وبالشغل كنت تاخد تعليماتي، وهلأ
هلأ عم تاخد فضلات بيتي؟ مراد حاول يحكي: فهد انت فهمان غلط. فهد قاطعه وقال له: خلاص. وصار يطلع بالناس بالمطعم وقال: يا جماعة، لا حدا يلومن، الطيور على أشكالها تقع والزبالة بتلتمع مع بعضها. أنا اليوم حبيت أعمل عمل خيري ونظف بيتي من الحشرات وتبرعت فيهم لبعضهم. سحب محرمة ومسح إيده اللي حطها على كتاف مراد وزت المحرمة بوجه زهرة وقال: مبروكين على بعض ولابقين لبعض ومستواكم من مستوى بعض، كملوا سهرتكم، الحساب واصل، اعتبروه بخشيش مني. وعطاهم ظهره وضل ماشي. هاي هي نهاية القصة، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالقصة، واعطوني رأيكم بالقصة، حاجة أقول قصة، واشتركوا بالقناة وحطوا لايك، وقولوا لي إذا كان في شي لازم إني أعدله بالقصص أو بالفيديوهات، أو إذا في شي ما عجبكم. ومشاهدة ممتعة، لعبة والمشاهدة ممتعة. لا، سلام.